حبايب قلبي طلاب ثالثه ثانوي دفعه 2025، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. عارفه ان الامتحانات قربت، ففي سؤال بقى كده بيتكرر كتير قوي: يا دكتور هو انا اشتري كتاب ايه للمراجعه النهائيه؟ فانا جايبه لك بقى النهارده تحفه، يعني كتاب التفوق السنه دي. ما شاء الله ما شاء الله، مجمع لك كل حاجه انت ممكن ان انت تحتاجها في المراجعه النهائيه. لو تفتكر كده كنت لما بمتحنك امتحان شامل كنت بقول لك يا دكتور بعد اذنك اهتم ان انت تذاكر الشرح قبل ما تيجي الامتحان، لان في ناس بتهتم بالحل بس وتركن الشرح. لا، انا مهم عندي ان انا اراجع القصه بتاعتي كامله، ابدا ان انا افتكر الشرح كله على بعضه قبل ما اجي الامتحان على طول. ما ينفعش ان انا احل بس. فانا دايما بقول لك اهتم بالشرح والحل كمان، بس لازم نهتم بالشرح، لان الشرح بيكون فيه جمل صغيره كده بين السطور، لو انت سبتها او لو انت مثلا ما قريتهاش قبل الامتحان بتاعك مش هتفتكرها. فالاجزاء المهمه اللي موجوده في الشرح دي لازم افتكرها. فلقينا بقى كتاب التفوق عامل ايه. مثلا الفصل الاول، كان الفصل الاول فيه درسين اللي هما الدعامه في الانسان والنبات والحركه في الانسان والنبات. لقينا مقسم الدرس الاول والدرس الثاني. الدرس الاول عليه في الاول مكتوب كده في اول الكتاب، لو فتحت الكتاب كده هتلاقي مكتوب في اول الكتاب المايند مابس بتاعه الدرس الاول. ايه المايند مابس دي؟ يعني مجمع لك يا دكتور اهم الاجزاء في الشرح، يعني مجمع لك الحاجات المهمه اللي كانت بتبقى موجوده بين السطور دي اللي انت مش بتاخد بالك منها، مجمعها لك كده وحاططها لك في الاول زي بيشرح لك الدرس بس بطريقه مبسطه شويه، وبيجمع لك الحاجات المهمه في الدرس كمان. تمام. فهنا لقينا الخرائط الذهنيه دي مهمه قوي وحلوه جدا جدا، ومجمعها بطريقه تحفه بصراحه، يعني ما شاء الله ربنا يبارك للناس مؤلفه الكتاب كله تحفه ما شاء الله. فالمايند مابس دي مهمه قوي ان انا اذاكرها، مهم ان انا اراجع الشرح كله الاول. بعد كده بعد ما راجعت الشرح ده هتلاقي بقى موجود على الدرس الاول، يعني مثلا الدرس الاول كان الدعامه في الانسان والنبات، هتلاقي الشرح بتاع الدرس الاول بعد كده حل على الدرس الاول. يبقى انت كده ذاكرت الشرح وبعديه على طول رحت مذاكر الحل، تمام؟ يبقى انا ذاكرت شرح وذاكرت حل، الدنيا تمام. هتدخل على الدرس الثاني، هتلاقي الدرس الثاني برده مقسم لك كده جزئين، شرح وبعد كده حل. وبعد كده الفصل بقى الثاني مثلا هتلاقي دكتور الهرمونات، التكاثر، الدي ان اي، اي فصل من اللي موجودين عندك كلهم هتلاقي كل درس موجود في الفصل ده عليه شرح وعليه حل. فانا عجبني قوي الكتاب علشان كده، يعني يعتبر اول مره كتاب ينزل لنا شرح وحل في نفس الكتاب، تمام؟ طبعا مراجعه نهائيه يعني. فانا عجبني الكتاب السنه دي قوي قوي قوي، لان هو هيوحد لك مصدر المذاكره بتاعتك. يعني مش هبقى مثلا بذاكر من الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده، لا، انت معاك كتاب واحد بس عمال ان انت تذاكر منه الشرح وتذاكر منه الحل، فالدنيا معاك هتبقى تمام قوي فيه. فانا هشتغل من الكتاب ده باذن الله المراجعه النهائيه كلها. طيب حل الكتاب كله والشرح كمان هينزل لك على اليوتيوب مجانا، تمام؟ تابع معايا برضو على البيج عندي علشان هنزل لك المواعيد كلها، هينزل لك جدول كده، يعني مثلا شرح الدرس الاول هينزل امتى، حل الدرس الاول هينزل امتى، وهكذا بقى لحد ما نخلص المنهج بتاعنا. طبعا انا بشرح معاك احياء بس. الكتاب ما اكتفاش بكده كمان يا دكتور، لا ده جمع لك امتحانات السنين اللي فاتت. طيب مجمع لي امتحانات السنين اللي فاتت بالاجابات بتاعتها كلها، والامتحانات التجريبيه كلها برضو هتلاقيها موجوده هنا، وكمان محطوط امتحانات شامله، وكمان في امتحانات شامله على كل فصل. يعني مثلا خلصت الفصل الاول هتلاقي عليه امتحان شامل، ده غير الامتحانات اللي موجوده في الكتاب من ورا، تمام؟ فهتلاقي في امتحانات كتير قوي موجوده في الكتاب ما شاء الله، تحفه حلوه قوي قوي قوي. طيب مثلا هتلاقي الاسئله الموجوده كتير، فانا ممكن على اليوتيوب مثلا لو الدرس 50 سؤال 50 سؤال، فانا حليت معاك مثلا 30، هقول لك مثلا ال 20 سؤال اللي جايين دول واجب. فانت مش هتعطل برضو، ليه؟ لان هتلاقي مع الكتاب كده جزء خاص بالاجابات بالشرح بتاعها، يعني مفسر لك كل اجابه وشرحها انا ليه اخترت الاجابه دي، تمام؟ يعني مثلا بيقول لك استبعدنا الف عشان كذا، استبعدنا ب عشان كذا، تمام؟ والاجابه ب علشان كذا. فبرضو في اجابات مفسره قوي، ان مثلا ليه اخترنا الاجابه دي. لو انا مثلا اديتك 20 سؤال واجب ب 10 اسئله واجب، فالاسئله الواجب دي هتلاقي برضو حل مفسر ليها موجود معاك في الكتاب بتاعك. فربنا يوفقكم. هشتغل معاك من كتاب التفوق باذن الله لحد نهايه الترم، لحد نهايه السنه بقى خلاص. هشتغل معاك يا دكتور من كتاب التفوق باذن الله لحد نهايه السنه. ربنا يوفقكم يا شباب، وان شاء الله تستفاد من المراجعات اللي هتنزل لك على اليوتيوب. ربنا يوفقكم والسلام عليكم.